حلقة النهاردة هي الحلقة الأولى من سلسلة جديدة أتمنى تعجبكم عن الأكل في الأفلام. لأن ساعات كتيرة الأكل بيلعب دور محوري في الفيلم، زي مثلا صينية البفتيك في فيلم الحفيد عشان محدش يقول لها علينا حاجة، والمسقعة بالورق المحروق في فيلم صغيرة على الحب، أو المسقعة بالبشاميل في فيلم موعد على العشاء. هي تقريبا كده سعاد حسني كان حظها وحش مع المسقعة. السلسلة دي هتكون تعاون ما بيني وما بين قناة ميسيس كروشيه، اللي هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بتاع الحلقة. القناة دي بتاعت أختي، وهي اللي مسؤولة عن الطبخ في البيت، وساعات كتيرة جدا بشوف وصفات في الأفلام والفشل في الطبخ ما بعرفش طعمها عامل ازاي. فأختي قررت تعاوني وتحقق لي حلمي بإنها تعمل لي الوصفات دي. فأنا هقول لكم عن الفيلم ودور الوصفة في الفيلم، وأختي هتوريكم الطريقة، ومش هطول عليكم أكتر من كده، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. الوصفة بتاعتنا النهاردة هي وصفة التيراميسو من فيلم No Reservations لكاثرين زيتا جونز. الفيلم بيحكي عن طباخة مستهلكة جدا في شغلها، ما عندهاش وقت للحب، أي نوع من الحب، حتى حب الأخت. لكن لما الأخت دي بتموت، الظروف بتجبر كاثرين إنها تغير شوية من أسلوب حياتها وتعيد ترتيب أولوياتها. والأول مرة من فترة طويلة، وفي لحظة فارقة جدا في الفيلم بتغير بعديها طريقة حياتها كلها. بتقبل تاكل من ايد حد تاني، او بمعنى اخر بتثق تاكل من ايد حد تاني. وايه وجبة جانك فود بيتزا تعقبها اجمل تحلية ممكن تدوقها في العالم، التيراميسو، لانها معمولة بكل الحب اللي في الدنيا. وبتصدق ان الوصفة مش لازم تكون المقادير فيها بالجرام، ممكن تكون المقادير بالحب كده زي ما بنقول.